وبعثاته باش نصبوا كإمام، واستنفرت الجيش واستنفرت الشرطة مغالطة لوزارة الداخلية التي لم تتدخل مشكورة في ذلك، وبقيت من الخارج تحمي الجامع. أما من الداخل فهناك ما يسمى بعبد الستار بدر، مدير وزير الشؤون الدينية، جاء بنفسه لجامعة الزيتونة وشوه جامعة الزيتونة والمؤسسة بقوله مهزلة. هذه الكلمة سيقاضى عليها أمام حاكم التحقيق إن شاء الله. أرسلت هذا الزلم وتريد تنصيبه إماما، وأحدث بلبلة وارتكاب أمام المصلين، وأنا لم أكن في جامعة، ما خلطتش، ما وصلتش في الجامعة. قالوا لي ما حضرتش، قالوا لي لو وقعت بلبلة وبعثين لطفي العمدوني وصوروه، وعندنا الصورة مصورة كيفاش يتصارع مع الناس والكشطة نتاعه والناس يدز وهو يدز، ومنعوه من الإمامة. بعد كي خلطت حكاوا لي، لكن الحمد لله اللي ما خلطتش وما وصلتش، لأنهم هم عندهم نية مبيتة. لو كان وصلت وربما تجادلت أنا وياه في نقاش ولا حاجة، مش ينشروا بي قضية جزائية في منع موظف لمباشرته وظيفه بموجب قرار صادر عن الخارق للقانون وزارة الشؤون الدينية، وعن عبد الستار بدر ولا شو اسمه، وعن وزير الداخلية. فاستغربت الأمر، ووجدت الناس يا شيخ معاك يا شيخ معاك، وكان ما يضم أكثر من 4000 ولا 5000 مصلي البارح. سبحان الله، جامعة الزيتونة مش كي بقية الجوامع، جامعة الزيتونة جاء في وسط المدينة، وتجيني شوهة عالمية مش شوهة من الداخل. وجات قناة المغاربية وجات الجزيرة صورت، الناس الكل تصور، شنو فضيحة لتونس ولات. كما اللي جابوهم قالوا لي من النهضة وجابوهم بلاطو آخر. جماعة ما يتمول والله أعلم من الجهة، من المصونية ولا من الصهيونية العالمية، أموال دازة. ومنين هذه التونسية؟ منين جت التونسية؟ أموال منين؟ لو كان يقع تتبعها أو يقع تجريمها، لأن مصادرها منين؟ وجايبة أزلام ضد الإسلام، ضد، بحيث الناس هذه ضد الإسلام بيتمعن. فليعلم الشعب، فليعلم الشعب وليعلم الرأي العام في كامل العالم الإسلامي أن التونسية ومن معها ممن هو ضد جامعة الزيتونة وإمام الجامعة الزيتونة فهم مرتزقة يتمولون من جهات غير معلومة من الخارج معادية للإسلام، وربما تكون الصهيونية أو المصونية أو جهة من جهات أعداء الإسلام، وأعداء الإسلام كثر. وإن شاء الله أتمنى أن تعود الإسلامية إلى أوج حضارتها وإلى أوج العلوم يقودها جامعة الزيتونة، إلى جانب العلوم الشرعية يدخل العلوم التقنية من فيزياء وكيمياء وطب وهندسة وغيرها، حتى نرتقي بالأمة ونلحق بركب الحضارة. هم اليوم حطوا العلم في نتاعهم في القمر، كل واحد يطلع القمر لزاسترولوت ويحط العلم نتاع الدولة نتاعه، واحنا قاعدين نحفر ونحط العلم في الحفر في الأرض.